بذلات رسمية، أحذية كلاسيكية، وتسريحات جميلة. هكذا يفضل تلاميذ الطور النهائي الاحتفال ب100 يوم قبل اجتياز امتحان شهادة البكالوريا. كلاسيك نلبسو كاع، نلبسو حطة، نلبسو بيان بريزونطابل. 100 جور تاع الباك وما قعدش بزاف، قعدوا واحد 3 شهور 10 ايام. ولدينا اليوم حطة منا مع اصحابنا ولاد كلاسنا لي سوفونير باش كي نروحوا الجامعة ان شاء الله نتفكروهم، وان شاء الله ندو الباك كاع. 200 جور قبل الباك كان نديفولي شويه قبل هذاك ليكزامان ايبر ستريسون. ايه فوالا اون سي توس مي اون كلاسيك. احتفالات مميزة يلتقي التلاميذ بمختلف الأماكن والوجهات لتناول وجبة الغداء وقضاء أوقات ممتعة والاحتفاظ بهذه الذكريات للمستقبل. جو يفو نسيبو بلاصة كيما هنا يعني ايفينمون كي لي ريستورون كاع يديرو دي ايفينمون، نخرجو بيناتنا بين صحاب هكا غاشي نديفوليو 100 جور افون الباك. نظمنا 100 جور قبل الباك باش يجوزوا جورنيه بيناتهم، يفرحوا يضحكوا. Aujourd'hui on fête les 100 jours du bac. C'est un jour historique qui va se garder dans notre mémoire. في ظاهرها أفراح واحتفالات تخفي ضغوطات وتوتر كبير يعيشه التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا قبل العد التنازلي لامتحان يفصلهم عنه 100 يوم. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وضرى، الرحمن على العرش استوى، والصلاة والسلام على من بكى على أمته المبعوث في أم القرى، صلى الله وسلم على الحبيب المصطفى. أما بعد، فإنما طلبنا العلم لوجه الله تعالى ولم نرد بذلك إلا وجه الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقد رفعنا الله تعالى بذلك، ونسأله أن يرفع قيمتنا في الآخرة ويرفع مقامنا في الآخرة كما رفعه في الدنيا. إنما طلبنا العلم لوجه الله ثم لنفرح والدينا وأساتذتنا وجميع الأطقم التربوية، وجزى الله الوالي كل خير لأنه تكفل ووضع على عاتقه مهمة إفراح طلاب العلم ومعز الأمة الإسلامية، إلا بأنهم قد قربوا طلاب العلم، وليجزينه الله خيرا بإذن الله تعالى. بالمامون مروان، متحصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.4. إنما الأمر الأول الذي يجعل الناس تنجح هو التوكل على الله تعالى، فعلى الناس أن تلتزم بالصلاة وقراءة القرآن وحفظ ما يستطيع المرء حفظه بالإضافة إلى قراءة الكتب العربية والثقافية والروائية والدينية لزيادة الثقافة وتطوير اللغات مثل الفرنسية والإنجليزية، وبداية التمرين في المواد العلمية من الآن حتى لا يلقون فيها أي صعوبات. وأخيرا أعيد التوكل على الله تعالى، فمن توكل على الله لن يخيب بإذن الله، حسبنا هو ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.